تعالوا اقول لكم على افضل 3 صن بلوك جربتهم في الصيف الصعب ده وكانوا فعالين جدا وخلوني الحمد لله ما تأثرتش بالشمس الأوفر. احنا عارفين ان الصن بلوك هو اهم خطوة في روتيني، وبما اننا شغالين في سلسلة 40 والاهتمام ببشرتك والبعد عن التجاعيد، اللي هو أهم حاجة في سلسلة 40 إن أنا أقول لك تهتمي إزاي بالصن بلوك بتاعك. أول واحد هو أفن الفلويد سائل وتنتد. أولا حمايته 50 بلس وحمايته خطيرة، ملمسه مش دهني خالص وهيتشرب في ثانية، بيغنيكي على ان انتي لو من النوع اللي بتحطي ميك اب تحطي اي حاجه، لانه بيدي كفر كده جميل. تاني واحد عجبني جدا وبستخدمه من اول الصيف هو يوسرين الفوتوجينيك كنترول او البيجمنت كنترول. من اسمه هو اصلا في الماده الفعاله بتاعه مواد التفتيح بتاعه يوسرين اللي خدت براءه اختراع في العالم كله، فتخيلي ان انا بحط صن بلوك بيحميني اصلا من التجاعيد. هو كريمي خفيف جدا 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 وناعم، ملوش تنتد ولكن بيتشرب في ثانيه وبيديني شكل جلوي. اخر واحد وهو السنتيلا الكوري، وانا ما كانش بيعجبني بصراحه اي صن بلوك كوري، ولكن ده بالتحديد تحفه تحفه تحفه. هجربه بقى هنا، حتى دي ما خدتش من الحاجات بصراحه، ادتني افكت حلو قوي وله ضي كده. انت اول ما بتحطيه بتحسي انك دهنه حاجه بيضه في خلال دقيقتين بالظبط، مش بتلاقي اللوك كده، بس تحسي ان انتي طول النهار فريش ومتفتحه كده. برضو خفيف جدا ومش كريمي. اهتمي جدا بخطوه الصن بلوك في الروتين، لان بصراحه احنا 3/4 مشاكل بشرتنا بتيجي من الشمس، وخاصه بعد ما نكسر 40 التجاعيد بتجري زي القطر. حمايتي من التجاعيد هي حمايتي من اليوفي او من اشعه الشمس. اي سؤال اكتبولي في الكومنت، واي صوره للصن بلوك عايزين تشوفوها اكتبولي في الكومنت.